ابراهيم شيكا لو كان بيلعب في النادي الاهلي كان زمان النادي اتكفل بعلاجه وما خلوش يحتاج لجنيه من اي حد خارج النادي. مساء حزين بطعم قلة الأصل. اوعى تكون فاكر يا صديقي اللي انت مريت عليه في حياتك من قلة أصل وخذلان، وده خذلني وده باعني وده غدر بيا، ده يعتبر قلة أصل أو خذلان، لأن احنا اللي هنشوفه النهاردة في قصة إبراهيم شيكا هو المعنى الحرفي لقلة الأصل، هو المعنى الكامل للخذلان، هو المعنى الكامل للألم. عندما يكون لاعبا في نادي الزمالك ويرحل عن ناديه ثم يصاب بالسرطان ويترك باب نادي الزمالك من الرئيس لبواب النادي، خبط على باب الكبير والصغير وكل ما هو زملكاوي، ولكن ليه الوعود الكاذبة. حتى أصدقائه اللي كانوا بيلعب معاهم في نادي الزمالك لما كانوا في قطاع الناشئين وربنا كرمهم وبقيوا نجوم كبار في أوروبا، خبط على بابهم وقفلوا في وشه السكة ورئيس النادي عمل له بلوك. واحدة من القصص الحزينة والمأساوية في قصة إبراهيم شيكا عبرة وعظة، ولعنة إبراهيم شيكا ستحل على نادي الزمالك ومسؤوليه، واللي قاعدين على الكراسي في الوقت الحالي وفاكرين إنها دايمة وكانوا يقدروا ينقذوا حياة إنسان. أحب أقول لهم يعز من يشاء ويذل من يشاء. في الحلقة دي قصة وعبرة للمسؤولين اللي موجودين دلوقتي على الكراسي للاعب كان من الممكن يتم إنقاذ حياته وإنقاذ أسرته بالكامل، ولكن تخلوا عنه فتحول من لاعب مقبل على الحياة ونجم كورة من الممكن كان يكون كبير للاعب أصبح هيكل عظمي لا حول ولا قوة إلا بالله. يا كيان، أنا عايز أقولك إن أبوكي هيشرفك وهيبقى أحسن لاعب في مصر وهيشرف مصر كلها، وبوعدك إن هرفع راسك كده وهتفتخري بيا في يوم في الأيام وهتقولي بابا هيبقى أحسن باك ليفت في أفريقيا وهيكسر الدنيا وهيلعب في نوادي كبيرة قوي، وهروح أحضر له ماتشات وهشجعه وهقول له أنت يا بابا هتبقى حاجة جامدة جدا وهخليكي أحلى عروسة في الدنيا. بحبك يا كوكي. شوف يا صديقي، أصعب خيانة في الدنيا لما تخونك صحتك وانت عندك أمل وطموح في الدنيا كبير. ده إبراهيم شيكا اللي بيتكلم مع بنته وبيقول لها أنا هكون أفضل باك شمال في أفريقيا، وده إبراهيم شيكا اللي قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الحياة على طريقة أحمد رفعت، ولكن السيناريو مختلف. إبراهيم شيكا اللي ندم على اليوم اللي طلع فيه زملكاوي وقال لو أنا كنت في الأهلي محدش كان سابني وكانوا عملوا معايا زي ما عملوا مع مؤمن زكريا. ابراهيم شيكا لو كان بيلعب في النادي الاهلي كان زمان النادي اتكفل بعلاجه وما خلوش يحتاج لجنيه من اي حد خارج النادي. انما محدش بيختار انتماءاته، كل واحد بيتولد بيحب حاجه معينه ومنتمي لحاجه معينه وخدم نادي معين واتربى في نادي معين. المفروض ان النادي ده لو انت لعبت في النادي يوم واحد المفروض النادي ده يقف جنبك ويساعدك لحد ما تقف على رجلك، مش يبيعوك، مش يعملوا لك بلوكات، مش يتجاهلوا كلامك. حتى جدع لو انت مش ابن من ابناء نادي الزمالك، على الاقل كان انتوا اديتوا وعود وقلتوا احنا جنبك واحنا في ظهرك وما سمعتش غير الكلام بس، انما فعلا مفيش. مؤمن زكريا اول ما وقع النادي كله كان واقف في ظهره. للاسف انا لما وقعت اتعمل لي بلوكات، تجاهل الكلام، وجابوني واتكلموا معايا وسمعت وعود كاذبه كلها. أنا ليا رب اسمه كريم، أحسن منكم وأحسن من أي حد. الحمد لله والشكر لله. ودي أول حاجة في قلة الأصل، وخليك معايا يا عزيزة علشان هتشوف من قلة الأصل حاجات كتيرة وتقيلة. الأهلي مع مؤمن زكريا ما سابهوش، فضل معاه ومكمل معاه حتى هذه اللحظة، وعينه في قطاعات الناشئين وبروزه نفسيا، كان واقف معاه وداعم ليه إعلاميا وجماهيريا. لكن في الزمالك قلة الأصل كانت هي العنوان. طيب يا ابراهيم يا شيكا، ما فكرتش تكلم رئيس النادي الكابتن حسين لبيب؟ اكيد لو كلمته هيقف معاك وهيحل لك كان مشكلتك. تاني مرة تعمل لي بلوك يا كابتن حسين يا لبيب. طب انت اخر مقابلة كانت معاك انت وكابتن احمد سليمان، قلت لي شوف هترسى على ايه وكلمني. طب انت كلمتك وكلمت الكابتن احمد قد كده اكتر من 100 رنة انتوا الاتنين ما حد فيكم بيرد؟ ولا لما بيبقى في ناس وفي بتاع واجي اقعد معاك واسمع احسن كلام واحسن وعود؟ طب قولوا لي مش هنقف معاك، الكلمه ملخصه اهي، هدور على باب تاني. انما انتوا بتبعدوني وتريحوني نفسيا وبعدين تخلوا بيا. طب ليه كده؟ ليه؟ يعني انا
لما بسمع منكم وعد ببدا اشتغل والمفروض قلت لي خلص جلسات وهنكلمك. طب انا فاضل جرعتين وفاضل 6 جلسات اشعاع، اجيب فلوسهم منين؟ انتوا قلتوا لي احنا معاك وجنبك، انتوا فين؟ قولوا لي انتوا فين دلوقتي؟ اما انا بكلمكم على الواتس عملتوا لي تاني بلوكات تاني، واكلمكم في التليفون ممكن اقول ممكن اتعمل بلوك بالغلط، حتى ما بتردوش على التليفون عليا. والله لو قلت لي احنا مش جنبك ومش هنعمل لك حاجه ولا هتكلم ولا اجيب سيرتكم في حاجه، انما انتوا بتظهروا فجاه وتقولوا كلام وما بتعملوش بيه. حسين لبيب باع يا هرم، انسان مريض بالسرطان بيجي لك ويستنجد بيك ويقول لك ارجوك اقف جنبي، ده انا واحد من اولاد الزمالك واتربيت في قطاع الناشئين، تخلى بيه. تدوا له وعود والوعود دي تبقى كاذبه، مره واحده هتتبخر. ده مريض يعني لا حول ولا قوه الا بالله، انسان ضعيف قليل الحيله، جالك خبط على باب مكتبك مش هتدفع جنيه من جيبك، وكل اللي هتدفعه هيكون من فلوس الزمالك ومن حسابات الزمالك. ما انتوا ياما ضيعتوا فلوس الزمالك وملايين على كلام فاضي وصفقات مضروبه، ومنها الصفقات المشبوهه وفقا للي اتقال والقيل والقال. اللي بيحصل من نادي الزمالك وفي نادي الزمالك في قصه ابراهيم شيكا ده قصه مأساويه. طيب يا ابراهيم يا شيكا، باعك الكابتن حسين لبيب وباعك المسؤولين في الزمالك لان الرحمه ماتت في قلوبهم وما عندهمش انسانيه ولا ضمير. ما فكرتش مثلا تكلم حد من زمايلك اللي كانوا في قطاع الناشئين ودلوقتي بقوا نجوم كبار، يعني زي مصطفى محمد؟ كلمت مصطفى محمد يا شيكا؟ كابتن مصطفى محمد وصل له ان انا تعبان وقال انا مش هقف جنبه. يا سيدي انا مش عايزك تقف جنبي، العيش والملح اللي كنا مع بعض في الزباله يا سيدي، مش عايزك تقف جنبي. ليه يا رب اسمه كريم وانا ما طلبتش؟ انا عارف ان في ناس قريبين منك وصلوا لك ان هو محتاج مساعده وهو دلوقتي والدنيا معاه. يا سيدي انا مش عايزك تقف جنبي، انت اخر واحد عايزك تقف جنبي. مش عايز. لو كنت هتقف كنت وقفت من الاول والموضوع وصلك من الاول، انما كل واحد بيعمل باصله، وانا ليا رب اسمه كريم واولاد الحلال كتير. انا هعيد جلسات كيماوي وهيغير البروتوكول من الاول، والجلسات الكيماوي اللي انا هاخدها غاليه جدا، بس ليا رب اسمه كريم. مش عايزك يا مصطفى محمد تقف جنبي خلاص بعد اذنك، ولا تكلمني ولا اكلمك ولا كده انت مش هتكلمني. انا عارف ان الناس كلها انت بعد ما ربنا كرمك اتغيرت، ما بقتش بتاع زمان. حتى انت يا مصطفى محمد ما فكرتش تتحرك علشان تنقذ شيكا، الولد اللي كان بيلعب معاك وانتوا ولاد صغيرين في قطاع الناشئين؟ انت ربنا كرمك وخلاك نجم عالمي، ما فكرتش على الاقل ترفع عليه سماعه التليفون وتتكفل بعلاجه؟ ده 100,000 دولار كانت تعالج شيكا وتخلص كل قصته. حتى انت يا مصطفى محمد الصدمه كبيره، ولكن المؤلم في القصه ان مصطفى محمد كبر دماغه. بس انا بقول يا هرم ممكن مصطفى محمد هياخد باله وهيكلم شيكا وهيعالجه، اكيد مصطفى محمد هيكلمه. انا لسه صاحي دلوقتي على مكالمة مصطفى محمد وبيقول لي يا صاحبي معلش انا لسه قارب بالحوار، واي حاجة انت محتاجها هبعتها لك واي علاج وكده. طبعا انا قلت له شكرا يا نجم، شكرا يا عالمي، بس الظاهر كل ده كان في الحلم. شيكا كان بيحلم يا صديقي، للأسف كان بيحلم ان مصطفى محمد يكلمه علشان يعالجه مش علشان يعمل معاه اي حاجة، كان بيحلم بعلاجه. شيكا النهاردة قاب قوسين او ادنى من توديع الحياة. تخيل ان مصطفى محمد النهاردة خلاص الدنيا مظلمة معاه في تجربته الاحترافية، والكلام ده من بداية السنة دي. مصطفى محمد اللي راح له شيكا قبل سنة في بداية أزمته ومرضه وقال لهم مش هعالجه، ماليش علاقة بيه، مش هرفع عليه سماعة التليفون ومش هديله حاجة وفقا للكلام اللي قاله شيكا. مصطفى محمد وشيكا كانوا زمايل في قطاع الناشئين في الزمالك مع بعض. دي قلة الأصل، وقلة الأصل ليها ناسها. شيكا ما فكرتش تكلم نجوم الزمالك؟ أكيد هم عارفين بالقصة بتاعتك ومعاناتك ومرضك، أكيد هيتحركوا علشان يقفوا جنبك. قالوا لا اللعيبه زيزو اتكلم، انا سمعت مش قال زيزو في اوضه اللبس، قال بعد ما يسافروا الماتش بعد ما يرجعوا لازم نعمل حاجه لابراهيم شيكا وبتاع. رجعوا الماتش كنت منتظر على امل ان هو هيجي لي تليفون وتعالى هنقف جنبك او فيش. مين اللي قال لك ان زيزو قال كده في اوضه حد يعني مقرب من اللعيبه هناك، حد كان موجود في الاوضه يعني قريب من زيزو. قال زيزو فتح الكلام على كلام ما سمعتش حاجه، انا اللي وصل لي ان زيزو اتكلم مع اللعيبه وقال لهم نقف جنبه لما نرجع من الماتش. ورجعوا من السفر وسافروا ماتش تاني وتالت ومفيش حد تواصل ومحدش وقف جنبه. يبقى كده الزمالك من رئيس النادي للبواب في النادي محدش عبر شيكا في محنته وازمته. يبقى ما قدامكش غير وزاره الرياضه هي اللي عندها الحل،
وزارة الرياضة دي اللي بترعى كل الرياضيين، واللي بيتعرض لأزمة يجري على الوزارة يلقى هناك المفيد. روح الوزارة يا شيكا. عارف ان الفيديو ده هيسبب لي بعض المشاكل، بس انا طالع اتكلم واقول كل اللي في قلبي. اول حاجة ان في حد تبع الشباب والرياضة لما رحت له قابلته، انا رفضت ان انا اتعالج في المكان اللي هو معهد الاورام، رفضت تماما وقفلت الموضوع، وقلت لحضرته ممكن تكلم الناس في المستشفى المعادي للقوات المسلحه ان الناس تهتم، مع ان الناس مش مقصرين في حاجه. نزلت من هناك وخلاص قفلت باب ان انا اتعالج من هناك. لقيت منزلين على الصفحه عندهم ان تم تكلفه العلاج لابراهيم شيكا، وده ما حصلش ولا خدت جنيه ولا حد عمل لي حاجه. ادي باب اتقفل. سياده المستشار مرتضى منصور طبعا ساعد باللي ربنا قدره عليه وخلاص، والدنيا اتقفلت. قال انا مش هقدر اعمل اكتر من كده. حضرتك تشكر الكابتن مجدي عبد الغني. المفروض كان في كلام طالع ان في مرتب شهري لمده سنه، ولو رجعتوا للحلقه بتاعتي مع الاستاذ مهيب. حتى وزارة الرياضة شيكا ما لقيش عندهم المفيد ده، طلعوا بيان زي ما هو بيقول احنا تكفلنا بعلاج شيكا، والموضوع كان ما الا بيان علشان خاطر يدغدغوا مشاعر الجماهير. بيان بيطلع من جهة رسمية زي وزارة الشباب والرياضة وبيقولوا احنا تكفلنا بعلاج شيكا. شيكا بعد البيان ده لو خبط على اي باب وقال لهم عالجوني، طب ما الوزارة بتقول ان احنا بنعالجك، يبقى انت لاعب كذاب ونصاب وبتتاجر بمرضك. الوزارة ما وقفتش جنبه وما تكفلتش بعلاجه، تخيل. وطلعوا بيان وقالوا احنا وقفنا جنب شيكا. كل اللي حصل ده وكل اللي بيحصل مع شيكا كلهم كانوا بيتاجروا، تجار لقطة، عايزين ياخدوا اللقطة علشان يظهروا قدام الرأي العام والجماهير، عشان خايفين من الجمهور. احنا بنقف مع اللعيبة اللي بتتخبط على بابنا. وشيكا لو ما كانش ترند والكل كان بيتكلم عنه كنتوا عملتوا ايه؟ تخيل في كام نموذج من شيكا محدش حاسس بيه بيعملوا فيه ايه. اذا كان ده مسموع محدش معبره، اذا كان ده مسموع والكل بيعمل ودن من طين وودن من عجين، ياخدوا اللقطة بس. شيكا لما اتكلم وقال محدش وقف جنبي، طلعت بعدها الصحف واتكلمت والمواقع، ودي الاهرام. السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي زار شيكا في المستشفى في شهر 12/2024، ولكن الموضوع انتهى عند الزيارة. كانت زيارة للاطمئنان. شيكا محدش عالجه ومحدش اتحرك ناحيته في الوسط الرياضي كله، من مسؤولين لنجوم لاصحاب لرئيس نادي، كل كبير وصغير بحتة ولد مريض علشان بس مش نجم كبير. انا بقول لك اهو صاحب الحاجه نادي الزمالك برئيس ناديه بمجلس اداره ما طلعليش جنيه منه. انا بقول لك اهو، ولو انا خدت بعض ورحت كابتن محمود الخطيب في قلب النادي الاهلي هيقف جنبي. انا واثق في ده، بس انا برضو سايبها على ربنا. امال مين اللي واقف جنب شيكا يا صديقي؟ العلاج من السرطان بالجلسات الكيماويه ده بيحتاج مصاريف كبيره وتقيله. تخيل من اول الاسماء رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، اول الاسماء اللي وقفت جنب شيكا. ومن خارج الوسط الرياضي كانت اول واحده بتقف مع شيكا هي الفنانه وفاء عامر، اللي خدته وراحت بيه المستشفى وعملت له الاشاعات والتحاليل وتكفلت بجزء كبير من علاجه. انا النهارده بشكر امي وحبيبتي على مجهودها. عيب لما تشكرني على حاجه، ده واجب عليك. محدش بيشكر امي طبعا، بس يا حبيبي يا حبيبتي ربنا يخليكي لينا يا رب ويديك ويخليك الصحة لاولادك يا ان شاء رب، الله. وان شاء الله هنسمع خبر حلو باذن الله حبيبتي. وتاني الاشخاص من الوسط الفني تامر حسني. تامر حسني اللي نزل بوست وقال له احنا جنبك يا شيكا وانا جنبك ومش هسيبك. واكيد الدكتور اشرف صبحي بيقف مع ناس كتير وما بيسيبش حد، ولكن انا معاك يا شيكا وكلنا معاك. تامر حسني اتحرك في الساعات الاخيره، فمصر كلها اتقلبت على شيكا والكل بدا يتحرك، ولكن دلوقتي شيكا ما بين يد الرحمن الرحيم. شيكا دلوقتي بيعمل مسحه ذريه، ويا عالم هيعيش كام يوم وباقي له كام يوم في الحياه. شيكا قبل سنه كان لسه واقف على رجله وكان ممكن يتلحق، بس ما كانش معاه فلوس العلاج ومحدش وقف جنبه. ومن اوائل الناس اللي بدات كانت تقف مع شيكا حد زي احمد سعيد ومخرج في قناه النادي الاهلي، دفعوا 100,000 جنيه ودفعوها لمراته علشان يعمل جلسه علاج كيماوي ما معهمش كانوا مصاريفها بتاعه تاني يوم. ما انت لازم تدفع علشان تتعالج، ولو ما دفعتش مش هتتعالج وهتترمي بره زي الكلب. ده اللي حصل مع شيكا، محدش وقف جنبه ومحدش سنده. طيب لما تيجي تسألني سؤال، هو شيكا والزحمة اللي على شيكا دي كلها ما في مليون واحد زي شيكا ومحدش حاسس بيه؟ هقول لك ده من الوسط الرياضي.
ده اللي طرق كل الابواب ويعتبر عنده من العلاقات الكتير، خبط على كل ابواب المسؤولين، والمفروض ان جماهير الزمالك تتحرك معاه ولكن ما كانتش بتتحرك. يعني تخيل ان صفحة المختلط، ودي صفحة زملكاوية، نزلت وقالت ان في حد من الاهلي تواصل معاهم، مسؤول مهم في الاهلي ورفض ذكر اسمه، عايز رقم مرات شيكا، عايز يتواصل معاهم علشان يقدم لهم المساعدة، رفض يذكر اسمه، والاهلي بدأ يتحرك علشان انسانيا يعالج شيكا. ما لهمش علاقة، ده زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا مصراوي، دي ناس عندها انسانية، ناس عندها مشاعر. الموضوع ده مش محتاج انك انت بتنتمي لاي نادي، من الممكن انك انت تكون مش بتنتمي لا للاهلي ولا للزمالك، الموضوع ده محتاج الناس عندها ضمير. وللاسف المسؤولين دلوقتي واضح انهم هم حولوا الدنيا لغابة، كلهم اصبحوا عاملين زي الاسود في الغابة بيفترسوا الضعيف. ما بالك لما يروح لهم ضعيف لحد بابهم ويقول لهم الحقوني وانقذوني، عايز اتعالج، ده انا مريض. اللهم احفظنا جميعا ويحفظنا ويديم علينا نعمة الصحة جميعا، يحفظنا بالقوة والصحة ان احنا نكون واقفين على رجلنا وما نطلبش حاجة من حد ابدا في الدنيا، كلنا جميعا لكل السامعين. لان احنا زي ما احنا شايفين، شوف تخيل كم واحد زي شيكا مصاب بمرض السرطان، اللهم احفظنا، كم واحد، كم مليون، وما عندوش اي فرصة ان هو على الاقل يخبط على باب اي جهة ويقول لهم ساعدوني او ادعموني. ده واحد كان عنده بدل السبب مليون سبب يقف جنبه، وكل الاسباب قفلت الباب في وشه. شيكا لما نزل فيديو قبل ما يروح في عملية التعب وينهار تماما، قال لك نفسي ارجع وابقى زي سباستيان هالر نجم كوتيفوار. سمعنا الفيديو كده يا هرم. انا بجد نفسي ارجع تاني زي ما الراجل ده رجع. انا عارف ان الحوار صعب شويه والكيماوي بيضعف جسم البني ادم، ان انت ترجع تاني وتتمرن بيبقى الموضوع بيدمر الجسد وبيضعف الدنيا كلها. بس زي ما ربنا شاف البني ادم دوت ورجعه وجاب بطوله لبلده، انا عندي امل كبير برضو ان انا كمان هرجع بس بيجي لي احساس كده ساعات ان انا خلاص بقول لا، انت كده شكرا لحد دلوقتي، انت كده خلاص مهمتك خلصت يا نجم. يا ترى بقى، يا رب، انا ما بقولش غير يا رب، الحمد لله والشكر لله. سباستيان هالر ده يا صديقي قصته أعجوبية، أصيب بالسرطان في 2022 وفي 2024 كان واحد من نجوم منتخب كوتيفوار وبيسجل هدف الفوز بالبطولة في المباراة النهائية في منتخب نيجيريا. سباستيان هالر رجع يقف على رجله من تاني، وإبراهيم شيكا كان عنده أمل كبير، بس هناك وقفوا معاه، لكن هنا محدش وقف معاه. قد يكون سباستيان عنده القدرة المالية ان هو يتعالج، لكن شيكا ما كانش عنده القدرة المالية ان هو يعالج نفسه. علشان كده قصة ابراهيم شيكا كل باب خبط عليه ولقيه مقفول في وشه اللعنة هتحل عليه، واولهم نادي الزمالك. شوف منتخب كوتيفوار قصته ان هو ودع بطولة افريقيا من دور المجموعات، وبقدرة قادر رجع يشارك في البطولة من تاني لانه اتأهل كافضل توالد علشان يكون هو البطل في النهاية. في لحظات إنسانية بتفرق في حياة الناس وفي حياة المؤسسات. اللي بيحصل في الزمالك انتظروا لعنة إبراهيم شيكا على المسؤولين الموجودين الحاليين، لأن الرحمة ماتت في قلوبهم. أنا عرضت لكم حكاية قلة الأصل اللي حصلت مع شيكا، وفيديوهاته دي كلها وموجود منها الكتير على حسابه على تيك توك. أنا حابب أقول وجهة نظري للكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لأن شيكا أول ما جه لك أنت وقال لك الحقني وانقذني، انت تخليت عنه وقفلت التليفون في وشه وعملت له بلوك. هو انت هتدفع جنيه من جيبك؟ هو انت هتدفع جنيه من حسابك ولا من ورثك ولا من الفلوس اللي الوالد سايبها لك؟ ده فلوس نادي الزمالك، وده واحد من ابناء نادي الزمالك، وليه في الزمالك اكتر من ولاد الزمالك اللي موجودين واستفادوا من نادي الزمالك. على الاقل ده لعب في الزمالك واترمى بره الزمالك، لكن انتوا قعدتوا في الزمالك واستفدتوا من نادي الزمالك. ده القصص في الزمالك مأساوية. طلع أمير عزمي وقال لك السمسرة شغالة والعمولات شغالة. طلع واحد من أبناء نادي الزمالك وكان موجود في الجهاز الفني وقال لك اللي موجود في الزمالك سمسار بيضيع النادي، يعني العمولات في صفقات مشبوهة، يعني الدنيا شمال في شمال في الزمالك شغالة. جت على حاجة واحدة صح في حياتكم تعملوها رفضتوا تعملوها، حاجة إنسانية واحدة بس، حالة إنسانية. جالك وقعد معاك وخدت مع الصورة وبعتها للجماهير وانتوا هتقفوا مع شيكا، تعمل له بلوك في التليفون.
هو شغال عندك لا مؤاخذه، ولا انت هتجبي عليه وهتديله حاجه من جيبك، ده كلها من فلوس نادي الزمالك، يعني من فلوس البلد. يعني كل شويه بترفعوا سماعه التليفون على وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وبتقولوا له الحقنا عندنا ازمه ماليه، الشيكات بتطلع والتحويلات بتتحول في حسابات نادي الزمالك. هو حد فيكم بيدي حد حاجه من جيبه؟ انتوا كلكم مستفيدين من نادي الزمالك، ومستفيدين استفادات واضحه، والناس كلها اللي شغاله جوه الزمالك طلعت واتكلمت وقالت. اللي بيحصل في قصه ابراهيم شيكا واللي حصل لازم يكون في حساب عسير، حساب من الوزير اللي هو اساسا الوزاره اول جهه مدانه في قصه ابراهيم شيكا. المفروض اللي حصل في قصه احمد رفعت وما فيش عليه ملابسات ولا ادانه، قصه ابراهيم شيكا فيها ادانه بفيديوهات ابراهيم شيكا نفسه بالتوثيق بالتواريخ على حسابه على تيك توك من شهر 4/20/24، قبل اكتر من سنه، من قبل ما يضيع ابراهيم شيكا، لما كان واقف على رجليه وما لقيش العلاج لحد ما تدهورت صحته. ابراهيم شيكا اللي كان واقف على رجليه وبيلف على جزمكم ويبوس عليها ويقول لكم ابوس على جزمتكم عالجوني، كان بيعمل فيديوهات على تيك توك بيتوسل فيها الرحمه وان حد يقف جنبه، محدش واقف جنبه. لازم جماهير الزمالك والادمن عندهم، شوفوا جماهير الاهلي مع مؤمن زكريا عملت ايه؟ معنويا قلبت الدنيا وهدت الدنيا حرفيا. شوف مجلس اداره الاهلي عمل ايه مع مؤمن زكريا، تكفل بعلاجه كاملا. الخطيب يروح له البيت وياخد معاه يعقوب السعد ويصوروه حلقه وتطلع في قناه ابو ظبي ويدوا له فلوس كتير ويتكفلوا بعلاجه من الالف الى الياء. مؤمن زكريا في كل مناسبه عالميه بره مصر او جوه مصر مع النادي الاهلي حاضر في المقصوره الرئيسيه VIP او تحت على منصات التتويج بيسلم اللعيبه الدرع والكاس. مؤمن زكريا اللي الاهلي معينه في قطاع الناشئين وبمرتب ثابت هو واسرته مدى الحياه. مؤمن زكريا اللي بسبب اللي عمله الاهلي معاه بتجي له عروض يشتغل في سموحه ويشتغل هنا، والكل بدا يتلزق في مؤمن زكريا. علاج مؤمن زكريا قبل ما يكون علاج بالده لازم يكون كان علاج نفسي الاول، نفسيا وماديا ومعنويا وطبيا. مؤمن زكريا الاهلي عمل معاه اللي محدش ممكن يعمله مع حد، ولنا في نموذج ابراهيم شيكا قصه وعبره. الناس في الزمالك يقول لك احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر، انت مش اكبر قلعه رياضيه في مصر، انت اصغر حد في مصر. لما تيجي في اللحظات الانسانيه تبقى بالشكل ده. انتوا ناس بتوع هجايص وكلام فاضي، عايزين تدغدغوا مشاعر الجماهير بالكلام. الناس دي لو ما اتحاسبتش يا معالي الوزير، واقل الحساب بالقانون، اقل الحساب بالقانون، انا ما بقولش ان الحساب يكون تقديم استقاله جماعيه والكل يمشي، حسابهم لازم يكون بالقانون. اذا كنتوا بالفعل بتقولوا احنا عندنا رياضه وعندنا رياضه، والرياضه هي المشروع القومي وهي اساسا حياه الانسان وهي اساسا الاهتمام الاول لينا احنا، لو ما حاسبتوش دول دلوقتي هتحاسبوا مين؟ هتقدروا تحاسبوهم؟ مجلس الزمالك حد هيقدر يحاسبه؟ حسين لبيب حد هيقدر يحاسبه؟ اللي فتح زوره مترين وقلب مصر كلها، اللي هيتكلم على الزمالك هنطلعه بره الوسط الرياضي. انت مين؟ انت مين؟ انت انسان في لحظه يعز من يشاء ويذل من يشاء. انت مين؟ يعني انت يا كابتن حسين لبيب لو رفعت سماعه التليفون على حد زي الاستاذ ممدوح عباس، بدل ما انتوا كل شويه بترفعوا عليه التليفونات علشان يسدد في ديونكم ويلم مصايبكم وبلاويكم، والحق جدد لنا الزيزو، والحق عايزين 100 مليون، لو قلت له عندنا لاعب اسمه ابراهيم شيكا كان في قطاع ناشئين الزمالك زمان ولكن دلوقتي هو مريض بالسرطان عايزين نعالجه، الراجل كان هيتكفل بعلاجه من الالف للياء. لان الراجل ده عنده مستشفى خيريه اسمها مستشفى الناس، بيعالج الناس بالمجان، مستشفى القلب بتاعت الناس. يعني راجل يعرف ربنا، راجل بينه وبين ربنا في الخير عمار. فكرتش تكلمه وترفع عليه سماعه التليفون بدل ما انت كل شويه تليفون الو الحقنا عايزين نجيب صفقه، الو الحقنا مرتبات اللعيبه، الحقنا مرتبات كذا. ايه كابتن حسين لبيب والنماذج اللي زيه ماتت في قلوبهم الانسانيه للاسف الشديد. دي اكتر قصه مأساويه حزينه. انا لما اتكلمت وفكرت اعمل الحلقه دي انا عملتها من وازع انساني. انا لسه عارف بقصه ابراهيم شيكا حالا لما تامر حسني اتحرك للاسف الشديد، وشفت ان ابراهيم شيكا طلع واستغاث في MBC مصر، وشفته واستغاث في النهار ولف على كل الفضائيات، ولكن محدش عبر ابراهيم شيكا. ويبدو ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يكون في هذا حكمه، في هذا حكمه ربما تكون بدايه للحساب، حساب المسؤولين. شكرا جدا للمتابعه. اتمنى ان قصه ابراهيم شيكا ما نعيشهاش تاني، اتمنى
ان المسؤولين اللي يكونوا بعد كده موجودين يكون عندهم ضمير، لان دول ماتت في قلوبهم الإنسانية ومات الضمير عندهم. سلام.